بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلامة كده دايما يا رب. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، شايفين القشطوطة القمر بتاعتي بتتكلم عن نفسها. حاجة كده روعة، حاجة كده تحفة. ليه تشتريها بالغالي؟ تعالي معايا كده اعمليها وهتطلع معاكي بنفس الجمال والحلاوة دي. مش عايزة اقول لكم بقى على الطعم حكاية. الطعم ده لو اتكلمنا عنه بصي مش هتعرفي توصفيه، جميل جدا جدا جدا. حاجة كده كريم كراميل على توفي على حاجة جوسي كده روعة، وشكلها تحفة بجد، تستحق التجربة. حاجة كده جميلة. بصوا شايفين لو عملتيها بقى وقدمتيها وعندك ضيوف كده حاجة تبهر. يلا نسمي الله ونصلي على النبي كتير ونشوف مقاديرنا مع بعض. عندي هنا طبعا كوباية من السكر، وعندي 3 بيضات. لو انت البيض بتاعك صغير حطي 4 بيضات. وعندي هنا كوباية الا ربع من الزيت، وعندي كوبايتين من الدقيق. طبعا الدقيق بتاعي انا نخلاه مرة واتنين. هضيف على الدقيق بتاعي دلوقتي معلقتين كده من النشا. كل الحاجات دي لازم تنخليها. وهنضيف كمان عليه ذرة من الملح، وهنضيف عليه كمان معلقة من البيكنج باودر ومعلقة من الكيك شيف، الاتنين مع بعض، معلقة من ده ومعلقة من ده، عشان تطلع النتيجة معاكي زي ما شفتيها كده روعة وحكاية. انخلي كل الحاجة دي، لازم تكون منخولة. دلوقتي عندي في بولة، في اي حاجة عندك هننزل بالبيض زي ما قلت لك. لو البيض بتاعك صغير حطي 4 بيضات. بيض يبقى فانيليا على طول. ونضرب البيض معايا لحد ما يبقى ما شاء الله جميل كده، والفوم بتاعه عالي كده، ويبقى تحفة كده زي ما انتوا شايفين بيعلى معانا ازاي. لازم يكون فيه الفوم بتاعه الجميل ده كده. وبعد كده هنزل بالزيت بتاعي والسكر عادي. حابه تضربي الزيت مع البيض ماشي، بس انا بخلط الاتنين مع بعض والدنيا بتبقى تمام قوي. اضربي بقى لحد ودخلي الهواء لحد ما يعمل معاكي فقاعات كده، واضربي في اتجاه واحد. مش عايزه اقول لكم بقى، وانزلي بكميه الدقيق بتاعتك كده. طبعا انا لسه ما حطيتش سوائل، دلوقتي هتتفاجئوا بقى بالسوائل بتاعتي الجميله اللي هتقولوا ازاي. وشفتوا انت الكيكه ناجحه معاكم جميله جدا جدا. تضربي طبعا بمضرب يدوي او بشوكة عادي. طبعا لسه ما حطيتش السوائل، فهتحسيها ان هي زي العجينة كده. مفيش مشكلة، انا بضربها كده وبعد كده هنزل العجينة دي من المضرب. وعادي جدا اللي بيحصل ده حاجة عادية، بس الكيكة بتطلع معاكي حاجة تانية. عندي هنا كوباية من الحليب، احنا بنقول عليه لبن او حليب يعني، وعليها 3 معالق من الزبدة. ويلا بينا نروح على البوتاجاز. انا عايزة الحليب بتاعي ده يغلي، لازم ياخد معاكي درجة الغليان، بس طبعا تخلي بالك عشان ما يفرش منك. غليته بقى وجبته حطيته على الكيكة كده. مش عايزة اقول لكم بقى، محدش يقول لي بقى البيض وهيموت الخميرة، لا، ولا هيموت خميرة ولا هيعمل اي حاجة. ده الخميرة احنا دوبناها في الدقيق ومفيش اي مشكلة خالص. اضربي بقى ودخلي فيه الفقاعات بتاعة الهواء كده. والكيكة دي ممكن تعمليها كيكة عادية خالص وتطلع ناجحة معاكي وجميلة جدا. يعني اعمليها كده كيكة وتعاملي بيها ان هي كيكة عادية جميلة جدا جدا. والقوام لازم يطلع زي ما انتوا شايفين كده. وريحتها بقى مش عايزة اقول لكم على جمالها. حابة تضيفي سكر شوية تزودي مفيش مشكلة. طبعا دلوقتي جبت صينية او قالب كده مدهون بالزبدة ورشة من الدقيق. وهتنزلي كده طبعا بالخليط بتاعك. طبعا الفرن يكون سخن مسبقا، يعني انا اول ما بدأت اشتغل ولعت الفرن بتاعي. وهناخد البايركس بتاعي ده، بس قبل ما تاخديه لازم تطلعي منه فقاعات الهواء. اديله هبدتين كده، اهبطي كده على الفقاعات بتاعته دي كده. ودخلته الفرن وطلع معايا بنفس الطريقه دي كده. هشيل الوش بس ده كده عشان خاطر انا عايزه اسقي الكيكه بتاعتي، فعايزاها تكون من فوق جوسي. طبعا عادي، ده طبعا مش بيترمى، ده بيتاكل وبيبقى طعمه روعه. طيب دلوقتي هنسيبها تهدى. وبعد كده بدأت اعمل الكراميل بتاعي. عندي كوبايه من السكر وحطيتها في طاسه كده، وما حطيتش ميه ولا اي حاجه. بدأت تلون معايا، اديله تقليبه خفيفه كده. وبعد كده انزلي بمعلقتين من الزبده وهو سخن، وتخلي بالك طبعا الزبده تفك معاكي. عندي حوالي كوبايه من اللبن صغيره، او نص كوبايه كبيره، وتضيف عليها معلقه من النشا. وقلبي بقى، قلبي وضيفيها بالراحه خالص على الكراميل، وتخلي بالك. وبعد كده تقلبي، هو هيكلكع معاكي كده شويه، وبعد كده هيفك ويبقى تمام زي ما شفتوه كده. حاجه كده توفي روعه روعه روعه، مش عايزه اقول لكم على الجمال. يلا بينا نعمل الكريم شانتيه بتاعي. عندي كوبايه مليانه من بودره الكريم شانتيه او الكريمه، ومعايا كوبايه من الميه المثلجه. هتفضلي تنزلي بالتدريج كده لحد ما يديكي القوام اللي انت عايزاه.
اضربي بقى، اضربي كده وفي اتجاه واحد، وهتلاقي القوام بقى تحفه. طبعا اللي معايا ده تلج نزل مني، مفيش اي مشكله خالص، بالعكس ده بيخليه ناجح وجميل. معلقه من الكريمه كده، ما عندكيش كريمه معلقه من الزبده، عشان خاطر يخليها لك كانها طعمها كلها معموله بالكريمه. شايفين ما شاء الله هو ماسك نفسه كده. طيب عندي هنا حوالي كوبايتين من الحليب، هنضيف عليهم دلوقتي معلقتين سكر، وهنضيف عليهم كمان معلقتين لبن بودر. لو مش عايزه تضيفي سكر براحتك، اللبن البودر يعني بيعلي القيمه شويه. عندك اللبن المكثف تمام، رشه من الفانيليا كده تمام قوي. لو عندك لبن مكثف اسقيها بيها تبقى تحفه وجميله. واسقي بقى وشربي، بصي براحتك خالص، هي لازم تبقى عايمه كده، ولما تحطيها في التلاجة شويه بتشرب كل ده، ما بتبانش. انتوا شفتوها هي متقطعه جميله جدا جدا. اسقي بقى وشربي كده، وبعد كده انزلي بالكريم شانتيه عليها وغطيها بقى بالطبقه دي كلها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ندخلها التلاجة شويه تهدى. ما ينفعش نحط الطوفي عليها وهو سخن، وهي لازم تكون بارده، والطوفي يكون هادي شويه. وزعي بقى كده واعملي الطبقه اللي انت عايزاها. عندي حبه من الكريم شانتيه كده شايلاهم كده، حطيتهم في كيس. وبعد كده انزلي اعملي اشكال زي ما انت عايزه بقى. الاشكال ده الشكل الفينش ده بتاعك انت يعني. اعملي كده ايه اشكال زي ما انت عايزه، عشوائي كده بيطلع معاكي جميل جدا جدا من غير ترتيب ولا حاجه. وبعد كده جيبي بقى خله من بتاعه السنان، وافضلي رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، هتطلع معاكي تحفه. والشكل الجميل اللي انت شفتيه ده مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. لو وصلتوا لحد هنا وبتتفرجوا عليا وناسيين تحطوا اللايك، ما تبخلوش عليا كده، فضلا وليس امرا باللايك. يلا كده وسبسكرايب عشان الحاجات الجميله توصل لاكبر عدد، ونقدر نعملها في البيت وتطلع معانا روعه. طبعا السكينه بتاعتي انا بقطعها، لازم تمسحيها كل مره، يعني قطعي وبعد كده بتحسي ان السكينه محمله حاجات كده من دي، امسحيها. اهي قطعي بقى، التقطيع ده بتاعك انت، قطعه كبيره قطعه صغيره براحتك انت. طبعا اول قطعه بتبقى صعبه جدا، بس بتطلع معانا برضو وتبقى جميله. مش عايزه اقول لكم بقى على الجمال، بصراحه روعه 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 روعه، جميله وطعمها تحفه. مش هتندموا، اللي هيعملها مش هيندم، هيدعيلي والله. جميله جدا، اتمنى اقول لكم تعملوها وتجربوها وتطلع معاكم بنفس الجمال ده. وزي ما قلت لكم يا حبايبي، انا عايزه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد، ما تنسونوش باللايك والشير وسبسكرايب عشان قناتي تكبر بيكم. انتظروني الفيديو القادم ان شاء الله. ومع الف سلامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي.